السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش حالكم؟ وش ماسين؟ ياك لاباس؟ ياك الخير؟ حلقتنا اليوم أفكار ذكية لتربية الأطفال بدون عصبية. حلقة محتاجين احنا كاملين ولي تنفعنا بإذن الله من نطبق الخطوات بسلاسة. سابق نبدأ الحلقة فضلا وليس أمرا حبايبي، اللي مغدش عن يدير سبسكرايب، على الأقل لايك، ياك يطلع ريتش الفيديو وتخرصوا الناس اللي تقد تستفاد منه. وني بكم نبدأ حلقة. خالق سفينة في قعر البحر، سفينة عملاقة جدا وخلق فيها عطب، ولا بقى مهندس ما جابوا لها يخرصها وعجزوا عن يصلحوها. قال لهم واحد عنه عالم بشيباني معروف من شبابه وهو يعدل القوارب، عيطوا له. جاك الشيباني وفحص السفينة كاملة وجاء عند محرك السفينة وانطر مطرقة صغيرة من يده ومس بها محرك السفينة، اشتغلت السفينة ومشى لهم رسيت، يعني بيل بأتعابه 10,000 دولار. ردوا لي رسالة وكتبوا له 10,000 دولار عناش انت اللي قبضت مطرقة ومسيت بها المحرك. جرد لهم رسالة أخرى قال لهم الخبطة بالمطرقة بدولار 999 دولار عن الخبرة والمعرفة. مقاتلة مع الأشياء ياك تصلح، ما هو اللي تخليها تنجح وتعود زينة. في مثل أمريكي يقول work smart don't work hard، وهذا هو اللي نطبقه اليوم واللي نحاول اليوم نتعلمه في التعامل مع التركة. أول شيء الله تعرفي على الأطفال، وتعرفوا أنتم تكاملة ثمات على الأطفال بصريين ولا سمعيين، خصوصا من 9 سنوات تحت. طفلك بصري وليس سمعي. أنا طفل بغيت نقول له جيب لي كاس من الماء، ما نقول له مثلا ياسر جيب كاس من الماء، نقول له ياسر لوك أمي خرسني جيب لي كاس من الماء مباشرة، لا يمشي عدله. تخيلي تعود تكلم مع والدك تعطي اوامر وهو مدنكس على التابلت، ليه يجيك لك الاحساس انه ما يسمع، موقرك، ما يحترمك. الان هو الخطا في الطريقه اللي تحاور تنتبهي معها. انا ما نقول له كلمه هو ما فات يخرسني، خاصو يخرسني جيب لي كاس من المشروب. ما هو اطرش، ما هو اعمى، يا غير انا نعاونه عليه يستوعب ذا ويمشي يعدل ذا بسرعه. اول شيء من الاشياء من الاشياء اللي تدل مولي عنهم بصريين، الطفل صورة دائما يقول لك الطفل جاي في بوه، الطفل جاي في امه. باش الطفل بما انه بصري راهو يعدل ذا اللي شافك تعدلي. انا بغيت ولي يعود يصلي، نصلي قدامه، نعود انا ما غنصلي، نقوم مأجورة نرفد سجادتي ونتم دائما نصلي في بلاد اللي هو فيه. مرة والله كاع مرة دائما نقول له تعال صلي معايا، يا غير منين نعود انا اللي نصلي دائما نجيب سجادتي والله نصلي في بلاد اللي هو قاعد. ما نقول له تعال جاي شوفني يصلي، خطا. انا اللي نقوم واللي نصلي في بلاد اللي هو فيه. وقس على ذلك كل شيء انا ندور يعدل، انا ندور يعود كريم. نعت له عني انا كريمه، نعدل اشياء وتصرفات تدل على اني كريمه قدامه. نتعمد نعت له عن الكرم، راهو قيمه افعال ما هي اقوال. لين نعطي لحد شيء دائما نشد معاه اخباره بطريقه غير مباشره، يشوفني وانا نعدل شيء صالح ونكرم الضيف ونطرح ياسر في بلاط. فهمتوا؟ يعني الطفل بصري وبالتالي شيء كامل الدور يترخص لك طبقي. هذه الاولى. مثلا باش نبدل هذا ما فات عاد هو انا باش نبدل العصبيه ما فتيتي. انا العصبيه باش نبدلها، انا انسانه عصبيه. انتي لا انتي عصبيه، صدقيني عصبيه من تراكمات عندك انتي. ما هو عليه، مهما كان الطفل عدل منين تجي وتنفجر عليه مثل الاسد تمتسكري، هذا راه اللي يخدم نفسيتك انتي وما عنده علاقه بيه. يخدم الله كانك تفجري ياسر من التراكمات عندك انتي، وبالتالي ظلم للطفل انك تعودي دائما تتكلمي معه بعصبيه. مهما كان عدل لا انا دائما انتم شوفي دائما انتم معناها عندك تراكمات ياسره
من ياسر من شويه تخلق. وبالتالي ظلم للطفل عنك تتكلم معه بعصبيه. وصدقيني الطفل منين يعلى صوتك عن المعتاد العادي الروتيني، خالقه منطقه في راس الطفل تحجب عنه الفهم. وبالتالي ده اللي تقولي لي انت متعصبه وتزقي، هو راهو ما يصنت له، هو راهو لا يحانيك انت يتم يهز لك راسه، يحانيك انت توفي خطابك هذا اللي العصبي اللي من خلع، لا تشكي عنه يفهم. هو راهو الفهم نحجب عنه به الخوف، الخوف يحجب الفهم عن تلك الصغير. هذه واحده. الثانيه حبيبتي، وإلا ما تعصبتش انا ما سككت عليش نعدل، نعاقبه وتعودي ناون اون من ضرك والقدام حبيبتي. الضرب ملي نقول لك انت لا تعودتي على تبطي، من نقول لك وقفي، تعودي دائما تحاولي تنقصي منه لين توقفي، لانك مجبره توقفي. خصوصا الذكور وحتى الطافلات ضروري توقفي الضرب، لانه ما يحل ولا شيء، ويتعود عليه يعود يختيروا على العقوبه. وهذه هي الخطوه اللي ماشي شورها. العقوبه اخير واشد وضع على الطفل. مثلا عدل شي خاسر، نعاقب مخرص. شنو ازين شي عنده؟ شنو هي ازين حاجه عنده؟ تابلت. ايوا انت اليوم يو ار جراوندد، مو خالق. ومنين نقول معاقب يعني معاقب نهائيا، ما تتراجعي عن عقابك. ليه هو له يحاول مو ليه يبخل شيء. كان مامي ام سوري مالت لي كذا، خلاص اعتذارك مقبول، غير انت كنت ولا زلت معاقب وتوب. منين نقول عنه معاقب معناه عنه معاقب، راك منين تراجعي راك تعلمي ولك عنه يعود منافق، وتعلميه عنه راه اي حد يقد يقول كلمه ويولي فيها، وراه اي شيء قابل للتغيير. وبالتالي انا نقول عنك انت معاقب، اوكي يو سوري، اعتذارك مقبول، غير عقابك مازال ساري المفعول. انا قلت لولي اليوم انتم يومين تخلصوا مثلا تخلص ساعه من تابلت، قام هو خلص ساعتين مباشره، السلام عليكم، خلصت ساعتين، واحده لليوم واحده للصبح. يعني الصبح انت مالك مخلص، علاش؟ بك اللي كسرت الرول، انت كسرت القاعده تعاقب، انت قلت كلمه خاسره تعاقب، كلمه خاسره المفروض عنه نسمعها برا ما اسمعها في الدار، تعاقب. ومنين نقول معاقب يعود هو متاكد عن عقابه، راهو ساري المفعول، ما في تراجع. قد عزتوا عليك انت، راهو من عزتوا عليك تعاقبيه. نعاقبه منين؟ نعاقبه ما نتراجع عن عقوبتي. قلنا بدلوا البط والعصبيه بالعقوبه وتعود ساريه المفعول. هو مادام منين يقلوا اخطاء الطفل ليه تقل عصبيتك انت ويقلوا المشاكل. وبالتالي انا باش نتفادى المشاكل يعود اصلا انا راني اصلا عندي قواعد. هذا البيت احنا ما نقعدوا فيه، باش منين يقعد فيه يعاقب. انا ما نجي نعود انا ما قلت له عند البيت ما ينقعد فيه، والله هذا الصالون ما ينتكل عليه، مثلا هذا الصالون ما توكل فوق صالون، بغيت توكل قيس طابله وكل. نجي انا وانا ما قلت له ذي القاعده، نشوف له كنقول له ايه معاقب. علاش بك؟ وانا من قال هو من قال له عن هذه قاعده غير قابله للكسر. وبالتالي هذا دائما في ساعه صفا مع اولادي منين يزيد ادراكهم اللي نقعد معاهم نقول لهم هذا ما يعدل. مثلا شخصيا خلقت لي طفيله عندها 4 سنوات كسرت التيفي، الا رفدت التوي وزرقتها بها. ما قط شدينا اخبار عن التيفي ما تنكسر، وكانت شاكه عنها ميتال، كانت شاكه عنها حديده كيف الثلاجه كيف فريزر. ما يقد حد يبطل علاش كسر التلفزيون. ويلا جاتني قالت لي مامي زرقت هذه عليها وعاد فيها كراكس. انا ما قلت لها عن هاي التلفزه ما تمتس، عنها زجاج عنها بلازما. وبالتالي بغيت نقول لكم عن باش يقلوا المشاكل حطي رولز. الا بغيتي علقي ولا بغيتي قعدي معاهم قولي لهم باش منين تعاقبي يعود عندك موجب تعاقبي به. انا ما نقد نعاقب من فراغ، لابد تحطي قاعده تعاقبي عليها. قلنا اي شيء اي سلوك حسن بغيت تركتي يعودوا يعدلوا، نعود انا هي الاولى معدلته، لاني انا هي القدوه وانا هي ام البيت رب البيت.
اللي هو الرجل، ولا الام هي يقعدوا معاه اكثر ما يقعدوا. ثانيا نتحكم في اعصابي وما نفرغ في اطفالي مشاكلي انا. ثالثا نعاقبهم بدل البط، يعني بدل ما نبط الطفل نعاقبه باغلى الاشياء، يعني هو اشي ولا التيفي ولا اي شيء غالي عليه، حرمان بالحرمان. ومنين نقول عن الطفل معاقب. رابعا نطرح قواعد، ياك منين نعود نعود عاقب موجب، ما نعود الا وتوف ماشي وتوف نهدي وحدي. نعود انا امراه مسؤوله، عندي قواعد، والقواعد انكسرت، منين انكسرت القاعده جا العقاب. خامسا وهو الاهم والازين، وهو اللي يبقى مع طفلك اللي يكبر، وصدقيني مازال يقولوا هو الجيل الاخر. مثلا طفيله غلطت، نجيها ونقول لها والله عدلتي خاسر، نجي نقول لها شوفي عدلتي خاسر، ما تليتي تعليه. حاجه لك المره الماضيه منين عدلتي كذاش خاسر وقلت لك ما تليتي تعليه، ومنها ما شاء الله ما تليتي عليتي، ما شاء الله حتى نظرك اللي تطبقي فيه نفس القاعده. انا راني نوثق فيك. نعزز قيمه الصدق معايا، نعزز قيمه عنه الالتزام عند الطفل، وعنه هو يتعلم كل مره درس جديد، ما نتملى ماشي ونصكك. ما خليت كونكلوجن. تخيلوا حد يرد المرده وما يعطي العبره منها، ولا ما يتكلم عنها، ما يربطها بايش. جربي ذي القاعده، راهي ما هي معقوله بالتجربه. منين نقول له والله نعاقبه، نفهمه علاش معاقب، ونقول له يعني راني نوثق فيه وراني نعرف عنه له يتعامل معاه، ولو نفكروا بشيء قديم والله مرده بسيطه وغير نعظمها. انا حاجه لك كل مره منين عدلت كذاش وما شاء الله ونصحتك ومنها ما تليت عليت، حتى ذا الموضوع راني متاكده عنك ما تليت تعدل. وماميز والاباء يلا تقلوا من الشتم قدامهم، سواء موجه لهم او موجه لغيرهم. ما نقولوا الكلام الخاسر قدام التركب، لا في التليفون، لا مع اصحاباتنا، لا اي شيء راهو ياثر عليهم بطريقه ما هي معقوله. قد ما يقولوا قدامك غير انفو تاخذ عينه ليه يعلم بيك، انت ما قلتي معاه هو غير قلتي، وبالتالي هو راهو يقد يقولوا غير لا مو قدامك انت. هذا في حلقه اليوم. دائما تعرفوا عني في نهايه الحلقات نعطيكم تيبس والله هدايا كيف ماسك والله شيء. اليوم عندي لكم مرده زوينه تطبقيها مع طفيلك باش يزداد اداؤه في المدرسه، وباش خصوصا اذا عاد اداؤه زين ويحاول باش يتميز. تعيطي لطفيلك سابقي يقيس المدرسه، جربيها باقرب وقت ممكن، قولوا هاي جاي خليك ماشي واني بيك اي لاف يو، نبغيك. كثروا لهم من نبغيك واني بيك راك غالي عليا يخليك لي. شوف انا نوصيك منين تمشي لمدرستك وتشوف حد ما هو فاهم الدرس فهمه، ليه تعزي الثقه عنده وتعدلي منه رجل قيادي في المستقبل. اوكي شوف سناكك الا فتحته وشفته ياسر حضر منه ذاك اللي حداك، ليه تعلميه قيمه العطاء والكرم. شوف الا وعار عليك سؤال وما قديت تجاوب عليه اتس اوكي، مزت لي جاوب مره اخرى، غير كتبوا في تاغط عندك وجيبوا نحلوا انا وانت بطريقه مبسطه. جربي 3 خطوات مع الاطفال وادعوا لي، واني بكم يودعتكم الله.